بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم حباباتي؟ جمعة مباركة علينا وعلى الجميع. كيف حوالكم؟ طليت عليكم غير بفيديو ساهل خفيف، جلبانة بيضاء بالقرنون. كما راكم تشوفوا المقادير، عندي بصلة، شوية ثوم، القرنون هنا مازال ما تنقاش، شوية تاع الزرودية وطريفات تاع الدجاج المقدور عليه. نحط هنايا في قدرة شوية زيت، شوية دجاج، وهذاك طريفات نتاع بصل مقطع هكذا بالموس، كرفشت السنة تاع ثوم، ونقلي البرمة تاعي كالعادة والعوايد. نخليها تقلى مليح مليح. دائما هذه لاستيس اللي نعطيها لكم، خلوا البرمة تاعكم تتقلى، ما تشلفوهاش حتى يذبل هذاك البصلة، تذبل كامل، تذبل هكذاك بالطريقة. من بعد عاودت رجعت لها بعد ما غطيتها وعلى نار قليلة، دبلت هذيك البصلة، ضفت لها شوية نتاع المعدنوس. كاين عباد ما يديروش مع الاول، يقول لك يمرر، ولكن انا نحب نضيفه حتى وحاجة قليلة هكا. ضفت شوية زرودية تاع واحد زوج ريصان تاع زرودية صغار ماشي كبار، وهنايا ضفت لي زيبيس او التوابل اللي هي كل وحده واش دير. انا درت زنجبيل، راس الحانوت حتقولوا لي راس الحانوت وين تجي تحطيه، اختي انا نقول لك جربيه في المرقه بيضاء، يزيد فيها النص شويه تاع فلفل كحل والملح. وهذه هي برك واش درت فيها توابل. كاين اللي يدير فيها ورق الرند، انا ما عنديش وورق الرند، نشتي كل حاجه في بلاصتها. المهم كملت كيما راهي، وضفت كذلك دوكا الجلبانه اللي كنت نقيتها وغسلتها، هذا وقتها. طليت عليكم هكذا، واش راكم دايرين في الدنيا؟ واش راهي الدنيا دايره فيكم؟ يخير راكم لاباس؟ راكم تطبقوا في وصفاتي، تتبعوا فيها ان شاء الله. نتمنى راني نزيد فيكم اضافه حتى ولو قليله. ومرقت البرمه تاعي بميها، خليها غير تهز الغليه تاعها، ونعاود نقفل عليها ونخليها على نار قليله. دائما نوصيكم نقول لكم البرمه على نار قليله هكذا طيب، باش تجي الماكله تاعكم بنينه. هي طابت، كنت نقيت انا هذوك القرنونات ودرتهم بالقارص هكذا باش ما يجونيش كحوله، ولحتهم خليتهم يكملوا يطيبوا. نعرفوا القرنون ما يديش مدة كبيرة في الطياب، يا ربي 5 دقايق برك ويطيب، مش لازم حتى يطيح طول، لازم يبقى محافظ على روحه. وفي جهة أخرى كنت نقلي في شوية بطاطا هكذا باش نرافق به الطبق، باش من بعد تشوفوه في الآخر كيفاه جي. وفي الآخر هذه الوصفة نتاعنا، نتمنى عجبتكم إن شاء الله. تنسونيش بالإعجاب حبيباتي، حتى ولو كان الفيديو صغير. في الآخر نقول حبيباتي إلى مع السلامة.